السلام عليكم. اهلا بيكم في 5 هندسة. النهاردة هنتكلم عن الكراسي في الفلات سلاب وفوائد الكراسي وازاي احط الكراسي وارتفاع الكرسي. اول جزء هنتكلم فيه النهاردة هو فوائد الكراسي. اول فايدة انها بترفع شبكة الحديد العلوية وبتحافظ على منسوبها. تاني فايدة ان الكرسي بيحقق الغطاء الخرساني المطلوب. 3. بيمنع الترخيم اثناء الصب. 4. ضبط المسافة بين شبكتين الحديد العلوية والسفلية. 5. منع تلامس الشبكتين. 6. استلام أسهل للمهندس اللي بيستلم الشغل. طب ازاي احدد ارتفاع الكرسي؟ سمك البلاطة الخرسانية ناقص 2 الكفر الخرساني السفلي والعلوي ناقص شبكة الحديد السفلية ناقص شبكة الحديد العلوية ناقص الوتر. طب ازاي ارص الكراسي؟ الكراسي بتتحط كل 60 ل 80 سنتي في الاتجاهين وبتتحط على الشبكة السفلية. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة.